حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إخوة الإيمان، ثلاث آيات نزلت وهي مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة منهن بغير قرينتها. أولها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يؤد الزكاة وهو قادر عليها فلم تقبل منه. الثانية الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلم يقبل منه. الثالثة قوله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل منه. عباد الله، إن الإحسان العظيم الذي أوجب الله به هو شكر الوالدين، وقرنه بشكره تعالى إذ قال: أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله العظيم. إظهارا لفضل الوالدين على الولد وتأكيدا لوجوب هذا الشكر المفروض على الولد لوالديه. فقوا هذا يا الأولاد واحفظوه ولا تنسوه، واعلموا عباد الله أن بر الوالدين والإحسان إليهما قد تعددت فيهما الآيات وتكاثرت فيهما الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الترمذي. وقال أيضا: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا عن النساء تعف نساؤكم. رواه الحاكم عن جابر. واعلموا يا عباد الله أيها الأولاد أن حقوق الوالدين وهو أذاهما وعدم طاعتهما ومنع المعروف عنهما من أعظم الذنوب، ومن أوجبها عقوبة بعذاب النار، فالعياذ بالله. واسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال جلساؤه من أصحابه: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. فاذكروا هذا يا عباد الله، وصلوا وسلموا على نبيكم، وترضوا عن أصحابه، واستغفروا لأمته، وصلوا الهداية والتوفيق لما فيه رضا الله وصلاح العباد والبلاد. فصل اللهم وسلم على نبينا محمد، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم سبل الرشاد، وانفع بهم البلاد والعباد، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. نجي delluwaat di santaat sunu borom tabaraka wa taala